السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. باذن الله هنكمل مع بعض شرح مادة التكاليف. كنا خلصنا الفصل الاولاني، المبحث الاول، واتكلمنا عن القوانين بتاعته، بتاعة التعويض التالف والتالف اللي هو الطبيعي والتالف الغير طبيعي، واتكلمنا عن مخازن المورد ومخازن الشركة. تمام. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن ايه؟ سياسة صرف المواد الخام من المخازن. ده كده المبحث التاني. طيب بيقول ايه بقى؟ تبدأ علاقة المواد الخام من عند صرفها من المخازن للمصنع. تمام. طيب ايه هي الشروط اللي بتخلي العنصر اللي قدامي ده عنصر تكلفة؟ عندي شرطين. الشرط الاول ان هو بيستخدم الاستخدام الفعلي بتاعه. تاني حاجة عندي ان الكمية بتاعتي دي اني اكون بستخدمها في الانتاج او خدمة معينة. يبقى انا عندي الاستخدام الفعلي ومعيارية الكمية اللي هو التكلفة، اي قيمة الكمية اللي بيتأكد ان هو هيستخدمها في الانتاج او خدمة معينة. تمام. يبقى انا عندي سياسة صرف المواد دي علاقة بتاعة التكاليف من المخازن لحد المصنع، وعندي شرطين عشان يبقى عنصر تكلفة: الاستخدام الفعلي ومعيارية ايه؟ الكمية. طيب نيجي نشوف بقى طرق تسعير المواد. طرق تسعير المواد المتصرفة 4 حاجات. أول حاجة سياسة الوارد أولا يصرف أولا. تاني حاجة سياسة الوارد أخيرا يصرف أولا. تالت حاجة سياسة المتوسط البسيط. رابع حاجة سياسة المتوسط المرجح بالكميات. يبقى أنا عندي 4 سياسات للتسعير: الوارد أولا يصرف أولا، الوارد أخيرا يصرف أولا، سياسة المتوسط البسيط، وسياسة المتوسط المرجح بالكميات. طب نخش أول واحدة. أول واحدة عندي هي سياسة الوارد أولا يصرف أولا. طيب طبقا للطريقة دي بيتم تسعير الكميات المتصرفة، الكميات اللي انا هصرفها، بسعر اول كمية دخلت ليا المخازن. تمام. طيب والكمية دي لو نفذت بنخش على الكمية اللي بعدها. هنشوف دلوقتي في المثال ازاي. يبقى انا عندي الوارد اولا يصرف اولا، معنى كده ان المواد اللي انا هصرفها من المخزن بتاعي للمصنع هسعرها بنفس نفس سعر التكلفة بتاعت اول كمية دخلت لي. طب الكمية دي خلصت وسعرها خلص، نخش على الكمية اللي بعدها. تمام. واذا تبقى جزء من المواد في اخر المدة فانه يقوم وبسعر اخر كمية وصلت للمخازن. حلو. نشوف مثال. قال لي في 1/8 كان رصيد الصنف من المادة 1000 وحدة بسعر 28. في 8/8 تم شراء 1000 وحدة وقيمتها الإجمالية. معنى كده هو مش كاتب سعرها، لا هو كاتب الكمية في السعر دي اسمها قيمتها إجمالية. يعني دي كده اهو، دي عبارة عن الكمية اللي هي 1000 في السعر. فانا عشان اجيب السعر هعمل ايه؟ هقسم دي على 1000 وحدة، هيطلع لي سعرها واللي هو هيكون 32 جنيه. تمام كده. تمام. يبقى نركز كويس جدا في اللفظ. قال لي قيمتها الإجمالية 32,000 جنيه. قال لي في 10/8 تم صرف 600 وحدة، في 12/8 تم صرف 700 وحدة. طب نشوف المثال. المثال هيتحل كالآتي. هعمل هنا تاريخ، وهعمل هنا رقم الإذن، بيبقى أوقات كاتب لي في المثال رقم الإذن كذا، وهنا الجهة المستنفذة، وهنا الوارد، وهنا الصادر، وهنا الرصيد. تمام. دي كده الصادر مش المصادر، يبقى وارد الصادر الرصيد. تمام. طيب الوارد اللي هو انا تم شراؤه. طب الصادر اللي انا هصرفه، اللي انا يعني هبيعه. تمام. طيب قال لي 1/8 قال لي هنا ايه؟ 1/8 الرصيد بتاعي 1000 وحدة وسعر 28. يبقى انا هشوف الرصيد اهو، ادي خانة الرصيد، عندي كمية 1000 وحدة هضربها في 28 يبقى 28,000. طيب جه قال لي بعد كده في 8/8 تم شراء 1000 وحدة. هكتبها في الوارد ولا الصادر؟ هكتبها في الوارد. هكتب هنا اللهم صل على سيدنا محمد. هكتب 1000 في 32 لانه انا عملت ايه؟ قسمت ال 32,000 على ال1000، طلع السعر عندي كام؟ 32. يبقى 1000 في 32 يبقى 32,000. تمام. وهنا في صفر، معلش كده، في هنا صفر كمان. تمام. وبعد كده هجمع ال1000 دي وال1000 اللي هي بتاعت الوردة، هيطلع لي 2000. طب انا ليه جمعت؟ لاني انا اشتريت، فيبقى اضاف للرصيد اللي عندي. اضاف يعني هجمع. يبقى هقول اللي هي دي كده هتنزل هنا زي ما هي، وهنقول 1000 و1000 هتبقى 2000. طب انا ليه ما بجمعش السعر؟ انا مش ليه علاقة بالسعر، انا مش هجمع السعر. انا يكفي عندي ان انا اجيب الكمية اللي عندي في سعرها، واجيب القيمة الاجمالية بتاعتها. هجمع بقى 28,000 زائد 32,000 هيطلع لي بكام؟ ب60,000. السعر مش ليه علاقة بيه، السعر مش ليه علاقة ايه بيه. طيب قال لي
في 10/8 تم صرف 600 وحدة. انا هصرف هيبقى في الصادر ولا في الوارد؟ هيبقى في الصادر. هقول ادي 8 ادي 10/8 تمام صرف 600. طيب انا بستخدم سياسة ايه؟ بستخدم سياسة الوارد اولا يصرف اولا، واحنا قايلين ان لما هاجي اصرف هصرف باول سعر جالي بيه كمية. فهقول 600 اول سعر جالي بيه كام؟ 28. يبقى 600 في 28 هيبقى 16,800 تمام. طيب انا اخدت ال 600 دول من كام؟ عندي هنا كام؟ 1000 كمية. هاخد من ال1000 دي 600 هيبقى 400,000 400 وحدة عندي. يبقى انا عندي 1000 وحدة، هاخد منها 600 هيبقى 400. طيب ال28 هتنزل زي ما هي، هضرب 400 في 28 هتبقى بكام؟ 11200. طيب ال1000 اللي هي تحت اللي هي بتاعت السعر 32 دي حد جه جنبها؟ ما جاتش، يبقى هحطها مكانها. يبقى تاني عشان محدش يتلخبط هنعمل زي حاجز كده تمام عشان نخبي الارقام بيه. انا عندي هنا قال لي صرف 600 وحده، فانا بتبع سياسه الوارد اولا بيصرف اولا. انا عندي اول كميه جات لي بسعر كام؟ 28. يبقى 600 في 28 يبقى 16,800 تمام. طيب هطرح ال 600 دي من اول كميه انا اخدتها منها، لازم أنا اطرحها. يبقى 1000 هاخد منها 600 هيبقى كام؟ هيبقى 400. ال 28 هتنزل زي ما هي لان هي بنفس السعر. يبقى 400 في 28 هيبقى 11200. طيب الكمية التانية اللي انا اشتريتها، اللي هي دي، عملت فيها حاجة؟ اخدت منها حاجة؟ لا، يبقى تنزل زي ما هي تمام. جه قال لي ولا هجمع ولا هطرح، مش هعمل حاجة تاني، انا خلاص طرحت. لما جيت اصرف طرحت من اول كمية انا خدتها. طيب جه قال لي في 12/8 تم صرف 700 وحدة، هنصرف 700 وحدة تمام. طيب قال لي هنصرف 700 وحدة. انا عندي دلوقتي ايه؟ اتبقى من الكمية الاولانية هنا كام؟ 400. يبقى دي كده الكمية الاولى اتبقى منها كام؟ 400. فهقسم ال700 دول على 400 و300. 400 على قد الكمية الاولانية و300 على قد الكمية التانية. طب معلش انا كده مش فاهمة يعني ايه. يعني انا عندي صرف 700 وحده. احنا كنا واخدين في الكلام النظر اللي فوق ان لو الكميه الاولانيه خلصت هنخش في الكميه اللي بعدها، هناخد سعر الكميه اللي بعدها. نفس النظام، انا كان متبقي من الكميه الاولانيه 400، فانا اخدتهم بنفس السعر لل400 الاولانيه. نبقى كام من 700؟ 300. هخش على الكميه التانية، فانا هاخد من ال1000 هاخد منهم 300 بنفس السعر، هتبقى 700 في 32 يبقى 22,400. حلو. هروح بقى مجمع كل الوحدات اللي انا يعني الكميه اللي انا صرفتها كلها على بعضها تبقى 1800 1300. طبعا السعر ما بيتجمعش زي ما احنا قلنا، هنعمل القيمه الاجماليه ونجمعها برضو. فيبقى اذا اجمالي تكلفه 1300 وحده طبقا لهذه السياسه كام؟ 37,600 تمام كده. طيب نخش على السياسة التانية. السياسة التانية بقى العكس، اللي هو سياسة الوارد أخيرا صادر أولا. صادر أو يصرف زي ما احنا قلنا، صادر معناها يصرف. اللي طبقا لهذه الطريقة يتم تسعير المواد المنصرفة من المخازن على أساس آخر سعر حدث، وهنطبق على المثال اللي فات تمام. وبالنسبة للسياسة دي هي بتقرب التكلفة بتاعتها للتكلفة الحقيقية بتاعتها. هنشوف. أنا عندي الرصيد زي ما هو، جينا الوارد الحاجات اللي أنا اشتريتها ب1000 كده وسعر 32 زي ما هي. اللعب بقى في ان انا لما اجي اصرف، لان دي المفروض سياسة التصريف. طيب اما اجي اصرف عندي ال600، انا عندي هنا الوارد اخيرا يصرف او صادر اولا. معنى كده ان انا ايه؟ ال600 دول مش هحسبهم على السعر الاولاني، لا هحسبهم على الكمية التانية. دي كده التانية، دي كده الاولى. فهاخد ال1000 هاخد منها 600 هيبقى كام؟ هيبقى منها 400، وهنزل ال 32 زي ما هي. طيب الكمية الأولى حد جه جنبها؟ حد لمسها؟ لأ، يبقى هتنزل زي ما هي 1000 وال28 وهي كده 28,000 تمام. طيب بعد كده قال لي أنا صرفت 700 وحدة، فال700 دول زي ما احنا قلنا هنتقسم. احنا شغالين على السياسة التانية، معنى كده ان احنا شغالين على الكمية التانية. هاخد ال400 زي ما هم وبالسعر بتاعهم، اتبقى 300 من ال700 هطلع على الكمية الاولى واخد سعرها واللي هي 28، وهيبقى
واطرح منها 300 هتبقى 700، وادي السعر زي ما هو واضربه 700 في 28 هيبقى 19,600. يبقى انا كده عندي اجمالي تكلفة 1300 وحدة طبقا لهذه السياسة كام؟ 40,400. تمام كده؟ تمام. يبقى انا عندي السياسة دي بشتغل الاول على الكمية التانية، خلصت اطلع على الكمية اللي قبلها. لكن الاولانية، السياسة الاولانية اللي هي الوارد اولا يصرف اولا، يبقى بشتغل على الكمية الاولانية وبعد كده بخش على الكمية التانية. طيب هنا بقى المفروض ان دي مزايا وعيوب الوارد اولا يصرف اولا. فبيقول لي اذا كانت اسعار شراء الوارد المواد الخام نتيجة نحو الارتفاع، ولو هي المواد الخام السعر بتاعها نحو الانخفاض. وانا عاملة شبه مقارنة كده. تمام. فبيقول ايه؟ ان لو المواد نحو الارتفاع هناخد المواد اللي احنا هنصرفها بسعر السعر المنخفض. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي السعر في السوق ان هو بيطلع يعني غالي، وقتها هاخد الكمية بالاسعار الاولانية اللي هي المنخفضة، عشان بعدها هيؤدي لي ان انا هخفض التكلفة بتاعة الانتاج، وهيؤدي ان هو ازود الارباح. يعني مثلا ايه؟ انا لقيت ان السكر في السوق غالي جدا، وانا كنت شاري كمية، وليكن مثلا هو دلوقتي في السوق ب 13 جنيه وانا كنت شاري كمية ب7 جنيه. لما اجي انزل بنفس السعر الاولاني اللي هو المنخفض، كده هكتسح السوق وهقلل التكلفة بتاعة الانتاج بتاعتي، وفي نفس الوقت ان انا هزود الارباح بتاعي. بس وقتها هيتسبب لي ان انا هاخد جزء من توزيع جزء من رأس المال. ده وقتها عيب. يعني انا لو انا استخدمت السعر المنخفض والسعر في السوق دلوقتي مرتفع، وقتها هيترتب عندي ان انا هوزع جزء من رأس المال بتاعي. كده ايه؟ هوزع جزء من رأس المال. طيب لو انا بسعر المواد المنصرفة والمواد الخام في النحو المنخفض، يعني هي ايه؟ في الانخفاض، هسعرها بالسعر الاولاني اللي هو المرتفع. تمام. يبقى لو هو في نحو المنخفض يبقى هسعر بالسعر المرتفع، وقتها هيزود ليا تكلفة الانتاج بس هينخفض ليا الارباح. وقتها هيتم الحفاظ على رأس المال. يبقى انا لو عندي سعر المواد الخام بتاعتي نحو الارتفاع، هاخد السعر المنخفض هزود بيها ارباحي واقلل بيها تكلفة الانتاج، لكن هخسر جزء من رأس المال. لكن لو السعر بتاع المواد نازل يعني في النحو المنخفض، هسعر المواد بتاعتي بسعر مرتفع، وقتها هتزيد تكلفة الانتاج لكن هيؤدي لانخفاض الارباح، لكن هحافظ على رأس المال بتاعي زي ما هو. طيب نكمل. طيب بيقول لي يتم تقويم المواد المتبقية آخر المدة بالأسعار الأخير. لو أنا الأسعار بتاعتي طالعة فوق يعني في الارتفاع، هقوم المواد المتبقية عندي بالأسعار المرتفعة اللي هي موجودة حاليا. تمام. والتي تتماشى مع الأسعار السائدة في السوق. طيب لو أنا عندي الأسعار بقى نحو الانخفاض، وقتها بقى هيتم تقويم المواد اللي مبقية عندي في آخر المدة بالأسعار الأخيرة، وهي المنخفض اللي هي برضو الأسعار الحالية أو اللي هي تتماشى مع السوق. تمام. يبقى أنا لو اتفقنا لو أنا عندي أسعار لو عندي أنا مواد لسه موجودة عندي في المخزن لحد آخر المدة، أنا هسعرها بسعر السوق الحالي. لو هي في نحو الارتفاع هعملها بسعر مرتفع، لو هي في نحو الانخفاض هعملها بسعر منخفض. تمام. طيب قال لي ايه؟ هذه الطريقه مناسبه وملائمه لاغراض قياس المركز المالي. ليه؟ لان المركز المالي ده هو اللي بيحدد لي الشركه فيها ربح قد ايه وفي خساره ايه، وغير ملائمه لتحديد الارباح الحقيقيه للشركه. كل ده بنتكلم عن الوارد اولا يصرف اولا. دي كده يبقى مزايا وعيوب الايه؟ الوارد اولا يصرف اولا. طيب اما بقى الوارد اخيرا يصرف اولا، هي بقى ملائمه لاغراض قياس نتيجه الاعمال ربح او خساره، لكن ما بتعرضش ليا المركز المالي. يبقى السياسه دي بتعرض ليا النتيجه بتاعه الاعمال ربح او خساره، لكن ما بتعملش مركز المالي. الاولانيه بتعمل مركز مالي. تمام. ولو انا محتاج ان انا احدد الشركه فيها ربح او خساره، استخدم السياسه اللي اذا كانت الاسعار نحو الارتفاع هنستخدم سياسه الوارد اولا يصرف اولا عشان احدد المركز المالي بتاعي، واستخدم الوارد اخيرا يصرف اولا عشان احدد الربح او الخساره. طيب لو انا نحو الانخفاض، قال لي لا، انت ريح نفسك وخد الوارد اولا يصرف اولا، وهي ملائمه للاتنين. هتعمل لي اعمال نتيجه الاعمال سواء كانت
ربح او خساره، وفي نفس الوقت هتحدد لي مركز المال للشركه. يبقى لو عندي الاسعار نحو الانخفاض هستخدم الوارد اولا يصرف اولا، وهتعمل لي اتنين، هتقولي الربح او خساره ومركز مالي. لكن لو في الارتفاع كل حاجه لوحدها، هيبقى السياسه الاولانيه اللي هي وارد اولا يصرف اولا هتحدد مركز المالي، ولو هي يصرف الوارد اخيرا يصرف اولا هتحدد لي الربح او الخساره. جه اتكلم بعد كده في الكتاب، قال لي عن ايه؟ تسعير المواد المرتجعه والمحاسب عليه. انا هرجع مواد، فقال لي المواد دي هتتعامل ايه؟ هتتعامل نفس المعامله بتاعه الوارده للمخزن، نفس اللي حصل في الوارده هيتعامل معاها في المرتجع. طيب لو انا عندي مواد محوله، لو انا عندي المواد محوله هستخدم تكلفه نفس المواد المرتجعه الى المخزن، مع العلم ان المواد المحولة دي انا مش بثبتها في بطاقة مراقبة الصنف، تمام، ولكن هي بيتم حساب تكلفتها لتحديد تكلفة المنتج. ممكن تيجي في شكل صح وغلط، يعني الجزئيتين دول صغيرين ومش بتكلم عنهم كتير. يبقى المواد المرتجعة بتتحسب ازاي؟ بتتعامل نفس معاملة المواد اللي بتخش المخزن وبيتم معالجتها بنفس الشكل. طيب المواد المحولة هنستخدم نفس تكلفة المواد المرتجعة، لكن هي مش بيتم اثباتها في بطاقة مراقبة الصنف، ولكن بيتم حساب تكلفتها عشان نحدد تكلفة المنتج. طيب جينا بقى على السياسة رقم 3، وهي سياسة المتوسط البسيط. طب انا هعمل ايه؟ انا كان عندي في المثال بتاعي، تمام، عندي سعر 28، دي اول كمية جات لي، وانا اشتريت كمية بسعر 32. فقال لي علشان تجيب سياسة المتوسط البسيط، اجمالي الاسعار اللي عندي اللي هو 28 زائد 30 على 2 هيديني سعر 30. وكل اللي هبدله في المسألة عندي، بدل ما هكتب 600 في 32، لا، انا هستخدم سياسة المتوسط البسيط، فهخلي 600 في 30 وبعد كده هكمل المسألة عادي جدا نفس النظام. وبعد كده هعمل 700 في 30، مش هعمل 430 بقى وخلاص. ليه؟ لان انا بستخدم سياسة المتوسط البسيط. يعني ايه؟ انا هضرب كل المنصرف عندي كله بسعر واحد، واللي هو السعر بتاع المتوسط البسيط اللي هو 30. طيب سياسة المتوسط المرجح بالكميات نفس اللي فوق، بس بتغيير حاجات بسيطة. بمعنى قال لي ان هو بيساوي اجمالي القيمة سواء القديمة او الجديدة على اجمالي الكمية. طب معلش يعني ايه؟ عندي نفس المثال اللي هناك ده، بس هيضيف لي عليه حاجة. قال لي ايه؟ بفرض ان في يوم 9/8 تم شراء 500 وحدة بسعر 40 جنيه. دي كده بالنسبة لي هتبقى ايه؟ جديدة، صح كده؟ هو ضافها لي جديدة، تمام. طيب انا عايزة اجيب بقى اجمالي الكمية. طيب انا كان عندي رصيد 1000 واشتريت 1000. 1000 و1000 كام؟ 200. 1000 و1000 كام؟ 200. وعندي المتوسط بتاعي البسيط كام؟ 30. فقال لي انا هضرب الكمية القديمة اللي هي هجمعها اللي هي 2000، هضربها في المتوسط بتاعي البسيط زائد الكمية الجديدة اللي هي 500 في 40 على الكميتين القديمة والجديدة. طب معلش نعيد تاني. انا دلوقتي قال لي بفرض كذا وجاب لي قيمة جديدة. طيب انا كان عندي في المسألة كم وحدة كانت عندي؟ قال لي انا دخلت رصيدي كان 1000 واشتريت 1000، فبقى كده عندي 2000. طيب هاخد انهي سعر فيهم؟ الاتنين ولا 32 ولا 28؟ قال لي لا، انت لا هتاخد ده ولا هتاخد ده، انت هتاخد ايه؟ المتوسط البسيط اللي هو اللي انا جبته، اللي هو اسعار اللي عندي هقسمها على الاتنين هيديني 30. فهضرب الكمية القديمة في سعر المتوسط وهضرب الكمية الجديدة في سعرها وهقسمها على اجمالي الكمية اللي هو 2000 زائد 500. يبقى انا عندي المتوسط المرجح بكام؟ ب32. تمام كده. جينا على اخر نقطة في الفصل، وكده نبقى خلصنا الفصل التاني. معلش الفيديو ده طويل شوية. هي قيود اليومية. انا هعمل بقى قيود ازاي؟ احنا عملنا الحسابات بتاعتنا وشوفنا التمارين بتاعتنا والسياسات اللي هنصرف بيها المواد بتاعتنا. القيود هتبقى ازاي؟ فقال لي لو انت هتشتري مواد القيود هتمشي كالتالي. قال لي اول حاجة هنعمل شراء المواد، هنثبت ان احنا اشترينا مواد. يبقى هنقول من حساب مراقبة المخازن الى حساب الموردين، تمام، او النقدية او البنك حسب ما هيكون المسألة عندي، تمام. طبعا احنا عارفين ان الموردين يبقى على الاجل، النقدية يعني دفع فوري، والبنك يبقى دفع بشيك. طيب تاني حاجة صرف المواد. هصرف المواد يبقى من حساب مراقبة الانتاج تحت التشغيل الى حساب مراقبة المخازن. مش انا قلت فوق ان انا هشتري يبقى مراقبة الخزن هي اللي هتزيد؟ طب انا هصرف يبقى مراقبة المخازن هي اللي هتقل، واحط فوق مراقبة ايه؟ الانتاج. تالت حاجة بقى تالت حاجة عندي هي ايه؟ تالت حاجة هي الجرد الفعلي، سوري.
الجرد الفعلي. فانا عندي منه كام حالة؟ عندي الحالة الاولى، وعندي الحالة التانية، تمام، وعندي الحالة التالتة. طيب عندي الحالة الأولى إيه؟ قال لي لو هما الاتنين متساويين. إيه هو اللي متساوي؟ تساوي الجرد الفعلي مع الجرد الدفتري، تمام، وقتها مش هنعمل أي قيود. طب الحالة التانية، لو في فرق بين الفعلي والدفتري لكن بالنقص، لو هو بالنقص هنعمل القيود كالتالي. النقص ده هنسميه ايه؟ هنسميه بالعجز. دي مش هيقول لي نقص، هيقول لي في عجز في الدفتري ما بين الدفتري والفعلي، معناها كده هنعمل القيود كالتالي. لو العجز ده عندي مسموح بيه والاسباب طبيعيه، هنقول من حساب التكاليف الصناعيه الغير مباشره الى حساب مراقبه المخازن. طيب لو التكاليف عندي لو العجز عندي غير مسموح به، هيبقى من حساب ارباح وخسائر الى حساب مراقبه المخازن. مش احنا كنا دايما متعودين ان احنا قلنا ان التلف اللي هو الغير طبيعي او الغير مسموح به من دايما بنقفله في حساب ارباح وخسائر؟ نفس النظام، انا عندي عجز وعندي غير مسموح به، يبقى من حساب ارباح وخسائر هقفله الى حساب مراقبة المخازن. طيب الحالة التانية قال لي بقى ايه؟ لو في الحلقة التالتة في فرق بين الفعلي والدفتري بس بالزيادة، معنى كده ايه؟ فائض. طيب نفس النظام، لو هو مسموح به او غير مسموح به. لو هو مسموح به هنعكس القيد، يعني لو كان عندي من حساب التكاليف الصناعية لحساب غير مباشرة هعكسها، هقول ايه؟ من حساب مراقبة المخازن الى حساب التكاليف الصناعية. طيب لو انا عندي غير مسموح به هعكسها برضو من حساب مراقبة المخازن الى حساب ارباح وخسائر. يبقى الحالة التانية والحالة التالتة منافين لبعض. لو نقص هعمل التكاليف اللي حسب ما هو مسموح به او غير مسموح به، ونفس النظام لو هو فائض هيبقى من مسموح به او غير مسموح به. رابع حاجة واخر حاجة في الفصل وهي بيع المخلفات. بيع المخلفات او الخرد ايا كان. فانا عندي منها كام حالة؟ عندي 3 حالات. الحالة الاولى ان الكمية مختلفة، تمام، وبقيم بسيطة، هقول من حساب النقدية إلى حساب إيرادات متنوعة. طيب الكمية محتاجة أمر إنتاجي أو يمكن تحديد ليها أمر إنتاجي، معنى كده إنها كمية كبيرة، يبقى من حساب النقدية إلى حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل. طيب الحالة الثالثة أنا ما قدرتش أحدد ليها أمر إنتاج، يبقى برضو من حساب النقدية إلى حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة. تمام كده. نركز بس إمتى مراقبة الإنتاج اتذكرت؟ مرة هنا في الحالة التانية بتاعت بيع المخلفات، ومرة هنا في صرف المواد نفسها. تمام كده. يا رب يكون الشرح عجبكم، واي حد عنده استفسار يبعت في الكومنتات وان شاء الله نحاول نرد على كل الاستفسارات. ولو الشرح عجبكم ما تنسوش برضو تدعمونا بلايك عشان نكمل والقناة ما تتقفلش.